بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هعمل شنطه وش جلد. دي الكبسوله بتاعتها، كبسوله المغناطيس على شكل فيونكه، لونها ذهبي، جميله جدا. معانا خيط سلسله نفس اللون ذهبي، البقره 250 جرام، خيط سلسله حرير، ومعانا الولاعه اللي هنقص بيها الخيط، وابره رقم 4 ملم اللي هنشتغل بيها الشنطه. طبعا احنا طلعنا طرف الخيط كده ولقيناه يعني منسر شويه اهو، فبنجيب الولاعه كده عشان ايه الخيط يبقى ما يتنسرش. تمام. الولاعه معانا بنقطع بيها الخيط السلسله. وقبل ما ابدا الفيديو هنصلي بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تمام. الوش الجلد ده فيه خروم كده اهي، الخروم دي، فاحنا هندخل بالابره في كل خرم من الخروم دي ونعمل 2 غرزه حشو. ناخد طرف الخيط كده، ندخل بالابره هنا كده في اول العين، نسيب مسافه من الخيط، سمك الخيط 5 مللي. ندخل بالابره كده ونسحب خيط كده ونعمل اول غرزه تثبيت. معانا طرف الخيط ده تحت الشغل، نعمل اول غرزه تثبيت، نعتبرها اول غرزه حشو. في نفس المكان نعمل ثاني غرزه حشو. معانا الخيط ده تحت الشغل عشان نثبته، نعمل ثاني غرزه حشو. يبقى احنا بندخل في كل خرم ونعمل 2 غرزه حشو. الغرزه اللي بعدها 2 غرزه حشو، 1 2. نستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر، نعمل 2 غرزه حشو لغايه النهايه. كده عملنا غرز حشو في السطر كله، كل خرم 2 غرزه حشو. كده السطر الاول خلص. نتفق بواحد سلسله ونلف الشغل ونعمل الغرزه بتاعتنا عباره عن ايه؟ نص عمود ومنزلقه. ناخد لفه على الابره، ندخل في اول فراغ تحت الحلقتين، نسحب خيط نطلع، يبقى عندنا 3 حلقات على الابره، نسحب خيط نطلع غرزه نص عمود. الغرزه اللي وراها منزلقه، بندخل في تحت الحلقتين كده، نسحب خيط نطلع ونسحب الخيط من الحلقه كده، ديت غرزه المنزلقه. ناخد لفه على الابره، ندخل تحت الحلقتين ونعمل نص عمود. الغرزه اللي وراها منزلقه، الغرزه اللي وراها منزلقه. تمام. يبقى النمط بتاعنا نص عمود منزلق، وهنلاحظ ان احنا بدينا السطر بنص عمود وهننهي السطر بنص عمود منزلقه، واخر غرزه اللي تبقى نص عمود كده. ندخل تحت الحلقتين، نسحب خيط، ناخد لفه على الابره، ندخل تحت الحلقتين وهنسحب خيط ونطلع. عندنا 3 حلقات على الابره، نسحب خيط نطلع من ال3 حلقات. وزي ما ابتدينا السطر بنص عمود نهينا السطر بنص عمود. يبقى هو ده النمط بتاعنا. نرتفع بواحد سلسله، ناخد لفه على الابره ونلف الشغل، وهندخل في اول غرزه تحت الحلقتين ونسحب خيط نطلع. عندنا 3 حلقات على الابره، نسحب خيط نطلع من 3 حلقات. ده نص عمود. والغرزه اللي وراها منزلقه، الغرزه اللي وراها نص عمود تحت الحلقتين، نطلع كده، اللي وراها منزلقه كده. وش الشنطه نستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر، ونرتفع بعدد من السطور لغايه لما نحصل على القطعه المستطيله. كده انا خلصت القطعه المستطيله اهي، نطبقها كده، والوش بيتقلب اهو. احنا لسه ما قفلناش الجناب، احنا كده هنقص الخيط من هنا وهنبتدي الشغل. هنعمل غرز حشو دوران من اول هنا دوران لغايه هنا. نقص الخيط، طبعا بنقص بالولاعه كده، برفع الخيط كده بشد كده عشان الخيط ما يتفتحش تاني. نبتدي شغل غرز حشو من اول هنا، يبقى نبتدي غرز حشو من اول غرزه في السطر تحت الحلقتين كده. بدخل وبسحب خيط اهو، بسحب خيط كده واعمل غرزه تثبيت ونعمل غرز حشو. يعني الحلقه اللي هي البايظه اللي طالعه لبره دي هنعمل فيها 2 غرزه حشو. اول حاجه دي غرزه تثبيت، هنعمل معانا طرف الخيط ده تحت الشغل كده عشان نثبته، هنعمل 2 غرزه حشو في كل حلقه، 1 2. وهنا في الحلقه دي الجزء اللي بارز، يعني في زي حلقات بارزه، دي هي دي الحلقات البارزه دي هنعمل فيها جواها 2 غرزه حشو. معانا خيط البدايه ده تحت الشغل، ندخل كده بالابره
نسحب خيط نطلع، عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط نطلع من الحلقتين 2 غرزه حشو. كده احنا عملنا غرز حشو من هنا من اول هنا لغايه الاخر، ولازم يكون عدد الغرز هنا بيساوي عدد الغرز هنا. ده كده الظهر، ده كده الوش. احنا هنحط الوش على الوش كده ونطبق القطعه بتاعتنا عشان نقفل الجناب. ده كده اخر غرزه، بندخل بالابره هنا، وبعدين بعمل غرزه تثبيت كده. وبعدين في عندنا في كل غرزه في الحلقتين، حلقه اماميه وحلقه خلفيه، يعني الفرونت لوب والباك لوب. احنا بناخد الفرونت لوب الحلقه الاماميه مع في الغرزه اللي قدامها مع الحلقه الخلفيه كده، بناخد كل غرزتين مع بعض، الحلقه الاماميه والحلقه الخلفيه. نسحب خيط كده نطلع، عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط نطلع من الحلقتين. يعني هنعمل كل غرزه قدام الغرزه اللي قدامها مع الغرزه الاماميه، والغرزه الثانيه الغرزه الخلفيه. نسحب خيط ونطلع ونعمل غرزه حشو، الغرزه الاماميه مع الغرزه الخلفيه، نسحب خيط ونطلع نعمل غرزه حشو. نقفل الجنب ده كده ونخلص ونشوف احنا هنعمل ازاي، ونفس النمط برده الجنب الثاني، ونقفل الجنبين ونرجع نشوف شكل الشنطه عشان هنركب المغناطيس اللي هو ده. يبقى احنا بنقفل الجناب الحلقه الاماميه مع الحلقه الخلفيه، ده الجنب ده هنقص الخيط بتاعه، وهنقفل الجناب برده الناحيه الثانيه الحلقه الاماميه مع الحلقه الخلفيه، وهنقلب الشغل، وبعدين هنرجع نشوف احنا هنركب الكبسوله. كده انا قفلت الجناب الشنطه وقلبتها كده على الوش اهي، شكلها جميل جدا. يبقى كده فاضل ايه؟ هنركب الدراعات والكبسوله. يبقى كده الدراع بتاع الشنطه هنركبه في الجنب كده، ولضمت الخيط في ابره التنظيف عشان هنخيط الكبسوله. الدراع اهو ثابت، نثبت الدراع كده اهو، ثبت اهو، الدراعات اتثبتت. هنعمل الكبسوله بقى. بقفل الوش القلاب كده واقوم مثبته الكبسوله. هندخل بابره التنظيف عشان نثبت الكبسوله واخيطها واثبتها اهو. كده الشنطه بتاعتنا خلصت اهي، بسم الله ما شاء الله جميله. وركبت الكبسوله، وده الشنطه من جوه اهي، حجمها جميل جدا وكبيره من جوه وتاخد حاجات كتير. خد الوش جلد ذهبي، خد الدراعات بعد ما ركبتها، شنطه كروس، خيط ذهبي، خيط سلسله لون ذهبي، سمك 5 مللي. شنطه كروس بطعم جلد مذهب. ده ظهر الشنطه، غرزه جميله جدا، غرزه بارزه 3D. يبقى كده الفيديو بتاعنا خلص. شنطه كروس بطعم جلد فيونكه. ارجو لو عجبكم الفيديو تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وارجو تدعموني، تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله باذن الله. دمتم بخير والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.